اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جاي لكم النهارده في فيديو جديد وروتين جديد كده يشجعكم ويخليكم تقوموا تخلصوا كل اللي وراكم. بس الاول تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وتحطوا اللايك وكمان تعليقات حلوه منكم، واللي دخلت قناتي كده بالصدفه وتشترك في القناه عشان يوصلها مني كل جديد. أه ببدأ يومي. بصوا، حضرت بقى اللانش بوكس، بس عملت فكرة حلوة كده لللانش بوكس تغيير. عملت لهم بطاطس مهروسة. بطاطس ده بقطعها قطع صغيرة كده واحطها على شوية زيت، وبعد كده بحط عليها شوية ملح بس مش ملح كتير، شوية ملح وشوية كمون وشوية شطة، بقى سنة شطة. يا سلام بقى، أحلى شوية بطاطس على فكرة. أنا بناتي بقى إيه، قاموا الصبح قالوا لي إيه اللي أنت حطاه على النار ده يا ماما؟ قلت لهم بطاطس مهروسة. قال هناخد في المدرسة بطاطس مهروسة؟ قلت لهم اه، لو ما عجبتكوش ما تبقوش تاكلوها. طبعا كل يوم حير على اللانش بوكس وكده، وعاوزين حاجات اولا بتبقى صحيه للبنات يعني وكده، وللولاد بقى يروحوا المدرسه وكده صحيه. بقى سيبكم من اللانشون والكلام ده، زي ما احنا متفقين اوعي تدخلي اللانشون عندك البيت والله لو ببلاش. فبحب انوع لهم كده. فاليوم ده الصراحة، ولقيت كمان عندي في التلاجة جرجير بقى وخيار، غسلت لهم خيار وحطيته لهم، وحطيت لهم كده على السندوتشات بقى فراشة جرجير كده. يا سلام بقى على الأكلة دي، تحفة والله. انت لو كنت محتارة على الفطار بقى او اللانش بوكس وكده، اعمليهم كده لولادك، بس اساسي لازم تجيبي جرجير معاها، وتبقى خيار برضو. ليه بشطشطها كده؟ فهي عايزه عليها شويه جرجير كده وايه وخيار. لو ولادك بقى بيحبوا المخلل، تحط لهم شويه مخلل في اللانش بوكس، والله العظيم اكله تحفه. انت نفسك لو كنت محتاره على الفطار بقى تفطري ايه، اعملي لك بس بطاطسايه كده، قطعاها قطع صغيره، وحطيها بقى كده مع شويه جرجير وشويه مخلل، وتفقشي بيضه جنب منهم، والله العظيم تبقى اكله بقى تاكلي فيها كده ما تشبعيش. عملت اللانش بوكس للبنت الصغيره، وعملت البنت الكبيره طبعا حطت لهم بقى ايه، فاكهه. الصراحه كان عندي فاكهه برضو اليوم ده وكده. زي ما قلت لك، عايزه يبقى عندك كل انواع الفاكهه ومعكيش فلوس تكفي الفاكهه كلها، هاتي من كل نوع كيلو ونص، هيبقى عندك كل انواع الفاكهه. انا كنت جايبه كيلو ونص برتقان وكيلو ونص موز وكيلو ونص جوافه، وتفضل مثلا يومين ولا حاجه، والله العظيم، وتمشي بيتك وتمشي يومك. حطيت بنتي الكبيره الصراحه ما بتحبش يعني ايه، بحط لها الفاكهه ساعات تاكلها وساعات ما تاكلهاش، ولكن بيصعبوا عليا، بيروحوا بقى ما بيجوش غير الساعه. بنتي الكبيره اساسا ما بتجيش غير الساعه 1:30 او 2، فلازم احط لها كل حاجه، اقول لهم كلوا اللي تاكلوه وهاتوا اللي تجيبوه. الصراحة بقى لما بفضى وكده بفتح اللانش بوكس بتاعهم. لو كنت عايزة اكل باكل الفاكهة يعني اللي هم جايبينها اللي فاضت منهم يعني. مش عايزة بحطها في التلاجة، مش حاجة بتترمى، بحطها في التلاجة اي حد بياكلها عادي. بدل مقفول عليها وحلو. حطت لهم كده اللانش بوكس كده، ومشوا بقى راحوا المدرسة. طبعا فطرت الحمد لله، بس يعني ايه، ما حبيتش اجيب الفطار معاكم يعني عشان خاطر الفيديو ما يطولش عليكم وكده. بحب اجيب لكم الحاجات اللي تنشطكم كده وتشجعكم، وفي نفس الوقت عشان خاطر الفيديو ما يطولش. انا لو بجيب لكم كل حاجة بعملها في يومي عايزة فيديوهين 3، فساعات بقسم الفيديو الصراحة، يعني بقسمه كده. طبعا بعد ما البنات بيروحوا المدرسة بلف لفة في الشقة كده، يعني بيكونوا راميين هدومهم على السراير والكلام ده كله. عايزة ابقى اعمل معاكم روتين بعد ما هم يمشوا كده. ترويق اللي هو من على الوش بقى، بودي كل حاجة مكانها. بتلاقي بقى المشط في ناحية والكريم ومثلا الهدوم برضو على الانتريه شوية، وعلى على السرير شوية. ربنا يعيننا يا رب. والله العظيم بعد ما بيمشوا بصوا بقعد ساعة كده، ساعة عشان احط كل حاجة مكانها. بس انت بقى عايزة بيتك رايق على طول، انت بس حطي كل حاجة مكانها، وروقي كده من على الوش هيروح على طول. فحطيت الصراحة كل حاجة مكانها، ودخلت كده على المطبخ. فطرت، وبعد كده لميت شوية، هما شوية مواعين صغيرين. ولكن الحوض بتاعي عايزة اقول لكم بقاله كده ايه اسبوع على طول مكتوم. صراحة خليت جوزي يسلكه. هو سلكه شوية وبرضه مكتوم، مش عارفة من ايه والله العظيم. بصوا اكتر حاجة بقى تضايقني ان الحوض يبقى مكتوم كده، المية اللي انا بغسل بيها تحت في الحوض كده. بشمر بقى ايدي وبفضل ان انا ايه، احاول اسلك فيه بقى، بس مش عارفة بقى ايه ماله كده. عايزة
عايزة أحاول بقى نفكه ونسلكه تاني. فالصراحة غسلت بقى شوية مواعين، هما كانوا شوية أطباق صغيرين بتوع الفطار وكده، وخلاص خلصتهم سريعا كده على طول. وروقت المطبخ طبعا، ومفيش حاجة كانت على الرخامة، المطبخ كان إلى حد ما نضيف تمام. فخلصته سريعا كده، سريعا يعني أهم حاجة المطبخ يبقى مفيهوش مواعين. صراحة لما بيكون في مواعين بحس بصوا دوشة كده، دوشة عاملة لي صداع. بعد ما بغسل المواعين بقول يا سلام، ده كان شكله يعني بصوا بيبقى شكله حاجة تانية خالص، هو مليان مواعين كده. عايزاكم يا جماعة تحطوا بقى لايكات كتير وتعليقات حلوة منكم. متأسفة ان انا والله ما نزلتلكوش الفيديو، كنت هنزله يوم الجمعة، ولكن عايزة اقول لكم انا كنت واخدة بقى التليفون وراح اسجله. لقيت ماما جايالي بقى، فقلت بصوا ستوب بقى يعني ست الحبايب بقى وجايالي والله العظيم. فرحت خالص خالص، كانت جايالي فجأة كده تزورني. فقعدنا بقى ايه، عملنا نسكافيه وقعدنا كلنا فاكهة، وقعدنا ندردش بقى ونحكي بقى انا وهي، والولاد كانوا مبسوطين خالص ان هي عندنا وكده. ف عما بال ماما ما مشيت بقى كان بعد العشاء، فالفيديو مش هينزل لكم بعد العشاء تقوموا تتنشطوا وتتشجعوا، لا لازم يقوم لكم بدري، ينزل بدري يعني عشان تقوموا تخلصوا كل اللي وراكم وتتشجعوا كده. فقلت مش مشكلة، هسجله بالليل وانزله لكم يوم السبت، بس عايزاكم تشجعوني بقى ايه باللايكات والتعليقات الحلوة، انتوا بتوحشوني والله العظيم من الفيديو للفيديو. ربنا يا رب يسعدكم ويوفقكم وتحققوا كل اللي بتتمنوه، اللهم امين يا رب العالمين. ويفرحكم كده زي ما بتفرحوني بتعليقاتكم الجميلة، والله العظيم انا بحبكم في الله، انتوا اخواتي في الله. بصوا عملت ايه بقى في اليوم ده. الصراحة بعد ما غسلت المواعين وخلصت الحمام عندي كان يضرب يقلب، يعني كان عايز تنظيفة من الآخر. طبعا كل ست بيت عارفة بقى ايه الحتة بتاعتها كده، لو ما بقتش نظيفة بتعرف على طول. فالصراحة بقى لي يومين تلاتة كده عايز يندعك دعكة مظبوطة. فقلت ايه اتنشط واتشجع كده. الصراحة تتنشطي وتتشجعي خلاص، ما عادش ينفع شغل بالليل قوي، ليه الجو بالليل بيبرد يا جماعة. فحاولي بقدر الامكان. فمسكت بقى الحمام كله بقى، نزلت الحاجات اللي هي على المراية وبدأت ان انا اغسلها، غسلت كله. ربنا يعيننا في الايام دي الصراحة. عايزة اقول لكم ان التوقيت الشتوي ده توقيت وحش خالص، والله العظيم وحش بالنسبة لي، اكيد بالنسبة لكم برضو. تلاقوا الظهر اذن بعده العصر على طول، يعني اكون واقفة في المطبخ والاقي المغرب اذن، يعني طالعة بعد العصر صليت العصر واقفة في المطبخ بجهز شوية حاجات كده الاقي المغرب اذن على طول برضو العشاء. لكن الليل طويل، طب الليل ده هنعمل فيه ايه؟ ما هو الجو بارد، بس يظهر كده يعني ان انا ممكن ابقى اخلص شوية حاجات بالليل. ليه؟ عشان الوقت يا جماعة بالنهار يا دوبك الواحد بيحضر فطار، يغسل مواعين الفطار، يروق الحتة بس كده من على الوش، والله العظيم مش عارفة انا لوحدي ولا ايه، ولا انتوا معايا. يروق الحتة كده من على الوش ويغسل مواعين، يلاقي هدوم يغسل شوية هدوم. طب عايزة ينظف حاجة من الأعماق بقى، عايزة أعمل شوية حاجات كده يعني ايه زيادة يعني. لا هقول طب ايه هطبخ بقى، اقول هطبخ الاول ما يفوتش وقت بقى، يلاقي المغرب أذن على طول. عايزه اقول لكم ان انا مسكت الحمام بقى، مسكته باللهلوبه كده، كان الحوض بقى وكل حاجة الصراحة وصلت لمرحلة عايزة تتغسل. أنا الصراحة كل شهر بمسكه أدعكه الدعكة المظبوطة دي، ولكن اتأخرت عليه. كنت تعبانة شوية وكنت في مشاوير شوية، اتأخرت عليه. هو كل يوم بمسكه كده باللي هو عندي معطر أرضيات كده في إزازة، بجيبه من عند الراجل اللي هو بيلف ده، بيلف عندنا يعني. بجيب له معطر أرضيات وابدأ إن أنا إيه بالمساحة كده من على الوش. ولكن بقى السلكة دي واللهلوبة طبعا بدعك بقى كل الزوانق بقى وكده، يعني بخليه قشطة كده، بخليه ينور الصراحة. يعني كلهم بياخدوا بالهم الحمام نور يبقى ماما ايه وضبته يعني. عايزة اقول لكم شلت بقى الحاجات اللي دي بتاعة الشاور. كنت عايزة اوريكم اللي هو الشاور بتاع فريدة ده تحفة والله، جميل جدا وريحته حلوة، لو عايزين تجيبوا منه يعني. وعلى فكرة كان رخيص مش غالي، وبيكفي يعني وجميل. الصراحة باخدهم اغسلهم برضو عشان ايه بيبقى عليهم طرطش الصابون، وكل حاجة في الحمام بمسكها اغسلها.
عايزه اقول لكم حلو قوي، ريحته تحفه. اسمه فريده، اسمه شاور فريده. الصراحه فضلت ادور على شاور يعني رخيص وكتير. بفضل بقى واقفه في المحل. بصوا بيبقى محل كده ايه، جمله بتبقى كل واحده بقى عارفه إيه المنطقه اللي هي فيها، محلات جمله. فبروح محل جمله بقول له ايه عندك ايه شاور، صراحه بخليه يطلع لي كتير. فلقيته بقى مطلع لي العلبه دي، بس الصراحه جايباها من بقالي شهرين مش فاكره والله بكام. قال لي دي بصي دي فيها كتير وفي نفس الوقت سعرها حلو. وشميتها بقى لقيت ريحتها جميله فخدتها، ما كدبتش خبر يعني، خدتها البيت كله بيستعملها. وما شاء الله جايباها بقالي شهرين، تقيله وحلوه حلوه يعني وريحتها حلوه. لو حابين تجيبوها، هي اسمها فريدة. يعني أي حاجة الصراحة من فريدة حلوة، يعني المعطر وكل حاجة يعني. بصوا مسكت بقى الحمام زي ما قلت لكم كله. الصراحة هو السيراميك من فوق ما بيبقاش، ما بيبقى يعني بيبقى نضيف إلى حد ما عن تحت بقى. الأرضيات تحت عايزة أقول لكم أنا ما عرفتش أدعكها معاكم، ولكن طفيت الكاميرا وفضلت بقى أدعك في الحمام، ما سبتوش غير وهو إيه، فل قشطة شمعة منورة يعني زي ما بيقولوا كده، بيلمع. فغسلت السيراميك من فوق، وطبعا زي ما قلت لكم السلكه بقى الخشنه والسبونشه بقى اللي بتعمل رغاوي. وكمان تستعملي حاجه مش صابون سائل. الصابون السائل مش هينضف لك حمام ولا هينضف لك سيراميك. يا اما اللهلوبه يا اما اي حاجه انت بتستعمليها عارفاها، بتنضف بقى وبتنور كده السيراميك. الصراحة يا جماعة أنا بحب أشارككم كل حاجة بعملها، يعني أشارككم يومي يعني. فده كان يومي، بس إيه والله العظيم ما كنتش عايزة يعني، قلت إيه أدعك الحمام أنا وخلاص مش لازم أصور وكده، زمانهم زهقوا. بس إيه قلت لأ، عشان اللي مش ما تشجعش كده على شغل البيت تقوم تتشجع كده. على فكرة عايزة أقولك إن أنت تتشجعي كده، يعني إيه نخلي بقى الصحيان بدري شوية، نخلي يومنا من بدري. إزاي؟ من الساعة 7 كده، خلي يومنا من الساعة 7. الصراحة الساعة 6 بقى خلاص الجو بيبقى مش ضلمة ولا أي حاجة. فنبدر في يومنا شوية بقى، بدل الساعة مش قادرة تسعفنا يا جماعة. إنما لو قعدنا لحد الظهر لأ، بصي اليوم خلاص هيخلص الساعة 12، تحسي خلاص إن اليوم هيخلص. فنبقى إيه، نبقى واعيين كده وشطار ونخلص شغلنا. نخلص الشغلانة العميقة بقى. أنا بفكر والله معاكم وأنا بسجل لكم كده، نخلص الشغلانة اللي احنا عاوزين نعملها اللي هي تقيلة بقى. زي مثلا عايزه تنضفي ركنه، عايزه تنضفي تحت السراير، عايزه تشيلي سجاد تغسليه مثلا، كده يعني. قبل الساعه 12 نكون مخلصين. ليه؟ بعد الساعه 12 دي هندور بقى هنطبخ ايه وهنعمل ايه. خلاص الظهر اذن، هتلاقي العصر هتلاقي المغرب على طول والله العظيم. يعني اليوم ما عادش فيه بركه. فانا معاكم كده ننظم كده وقتنا، ونخلص شغلنا من الساعة 7 او 8 لحد الساعة 12 معانا. ده نخليها لايه، نخليها للحاجات العميقة اللي عايزة شغل، اللي عايزه شغل مننا، مش الحاجات اللي على الوش. سيبكم من غسيل الهدوم، سيبكم من الطبيخ، سيبكم من كل ده خليه بعد الساعه 12. لانه لازم يتعمل. الحاجات اللي لازم تتعمل دي مش هنكسل عنها، لازم هنطبخ، لازم هنغسل هدوم، لازم هننشر، تمام. اما الحاجات بقى التانية اللي هي العميقه دي انا بفكر الصراحه اخلصها كده، ابدا من الساعه 8 كده انجز نفسي. لان بالطريقه دي الصراحه بالتوقيت الشتوي اللي احنا فيه ده مش هنعمل حاجه. هنقوم نغسل هدوم. وانا عملت كده النهارده الصراحه، ما عملتش حاجه غير غسلت هدوم وخليت بنتي تنشر، وعملت ايه وطبخت. ما انجزتش حاجه في يوم الصراحه، والله العظيم لقيت الوقت كده ايه. بس الصراحه قعدت مع ماما شويه، رغينا شويه يعني، تمام. قعدنا شويه بقى إيه كسلت وقعدت رغيت معاها بقى، وقعدنا اتكلمنا والحمد لله. إيه، هي عملتها لي مفاجأة النهاردة، كانت مفاجأة زي العسل كده زي العسل. والحمد لله برضو كان عندي أكل حلو يعني. بصوا لما بتكون ماما جاية لي بقى والحمد لله كده أكل حلو بفرح بقى، بفرح. لان ماما بقى من النوع اللي لو جات لي ولقيت طبخه اي حاجه بقى ارداحي بقى، لا تحلف خلاص ما تطلعش حاجه من الفريزر ولا اطبخ. بس أنا بقى ايه كنت في قمه سعادتي بقى. الحمد لله انت جايه وانا اساسا بطبخ اكله حلوه الحمد لله. فهي بقى مش هتحلف عليا ولا حاجه، هتتعشى معانا وكده والحمد لله. وتعشينا وبقت متظبطه. الاكله دي مش هنزلها لكم النهارده، هنزلها لكم يوم تاني ان شاء الله، بفكركم يعني. بصوا مسكت الحمام بقى الصراحه، فصلت الكاميرا ومسكت السيراميك اللي على الارض ده. الصراحه كنت مستحلفه له، فضلت ادعك بقى واظبط كده في السيراميك التحتاني ده، وكل حاجه مسكتها. مسبتش حاجه في الحمام غير لما ايه دعكتها بالسلك،
تمام. عايزاكم تقوموا تتنشطوا كده وتتشجعوا وتخلصوا كل اللي وراكم. بعد ما دعكتها بالسلكة جبت بقى ايه اللي هو الشفشق بقى والمقشة وعدت بقى على الموضوع ده. الحمام نور والله العظيم، وبقى ريحته عايزه اقول لكم ريحته فله كده قشطه والله العظيم. كده انا قلبي كده اطمن الصراحه. آم، بقى زي العسل، والشباك اتغسل واتفتح شويه عما بال ما نشف وكده. تعالوا بقى نعمل في اليوم ده الصراحه عملت اكله برضو حلوه. نص كيلو لحمة معايا، نص اقل من نص والله يعني. بصوا حوالي 6 حتت لحمة كده. تمام. انت بتجيبي لحمة الشهر تقسميها على حسب افراد عيلتك. خلاص احنا عدنا في وقت غلا. تقسميها انتوا مثلا انتوا 5 تعمليها 6. انتوا مثلا 6 ربنا يزيد ويبارك تعمليهم 7. يعني تعملي حتة زيادة. فانا بحط في الكياس كده يعني بنجيب الكيلوات اللي احنا بنجيبها بقى على قد المصروف. وبحط بقى في كل ايه في كل كيس مثلا ايه. احنا الحمد لله 5 بحط 6 حتت. تمام. طيب انا بقى قلت اعملها ايه النهارده، اعملها كبسة سعودي كده بالرز البسمتي. سموها بقى كبسة، سموها لحمة في الرز البسمتي كده يعني. تمام. جبت بقى اللحمة كده قطعتها ايه الحتة، قطعتها حتتين. ليه؟ هنسويها مع نفسها كده يعني في حلة واحدة، أكلة الحلة الواحدة. تمام. اللحمة مع الرز مع كله يعني. على فكرة انا اسهل لي اعمل اللحمة في شوربة واعمل خضار. لكن عايزة اقول لكم يا جماعة ان ولادي يقولوا لي بصي اللحمة دي افتكسي لنا فيها اي حاجة، اعملي لنا بقى اي حاجة ما عدا شوربة، ما عدا شوربة وطبيخ والكلام ده كله. يكرهوا شوربة وطب مش هي نفس اللحمة يا ماما هي في شوربة، هي لا اعملها لنا اي حاجة. قطعها حتت صغيرة واعملها لنا. فالصراحة في اليوم ده طلعت بقى شوية بصل محترمين، الاكلة ده عايزة بصل. وقطعت اللحمة كده كل قطعة قطعتين. وقلت لهم ايه، وجبت الصراحه بعت بنتي السوبر ماركت جابت لي نص كيلو رز بسمتي، بس نص كيلو. بليتهم كده وحطيتهم. قلت لهم هعمل لكم، ما بيموتوا في الاكله دي الصراحه. اعمليها كده بنفس الطريقه دي والله العظيم اكله تحفه. بجيب معلقه من السمنه، سمنه جنه، انا بستعمل سمنه جنه ريحتها حلو. وشويه زيت. تمام. وبحط بنزل بقطع اللحمه بقى، انا قطعت القطعه قطعتين تبان لكم كتير كده. وبعد كده بفضل اقلب بقى في الايه في اللحمه بقى تتشوح كده في ايه في السمنه في شويه الزيت دول. تمام. تغير بقى من لونها. الصراحه اكله يا دوبك بس تخلصي تقطيع البصل وتخلصي تقطيع اللحمه وكله في حله واحده على البوتاجاز. والله العظيم حلوة وحلوة يعني وطعمها تحفة. بصوا عايزاكم يا جماعة لسه ان ما حطيتش اللايك تحط اللايك، وكمان تعليقات حلوة منكم. بصوا اللي حطيت بقى ايه هنا. حطيت ورق لورا، وحطيت اللي هو الليمون المجفف، وحطيت اللي هو قرفة خشب. طبعا الحاجات بتاعت بقى الايه الرز البسمتي كأنك هتطبخي رز بسمتي، بس هنطبخه باللحمة بقى. وحطيت فلفل اسمر. تمام. او زي ما انتوا شايفين. وافضل اقلب بقى بالبهارات دي اللي هي القرفه الخشب دي بتعمل ريحه جميله. والورق اللورا وكده. بس طبعا ايه بحط لو حطيت حبهان احط 2 وابقى عارفه ان انا حطيت قدين عشان اطلعهم كده من الرز ما يجوش في بق حد يعني. بصوا حطيت بقى البصل. انت الاكله ده عايزه بصل الصراحه. جبت 3 بصلات كبار وعملتهم كده في الكب. حطيت البصل. تمام. بعد ما اللحمه اتشوحت شويه وغيرت من لونها بدات نزلت بالبصل. وبعد كده حطيت مكعب من المرقه. تمام. وبفضل اقلب بقى في البصل باللحمه كده لحد ما البصل يتكرمل معاكي بقى ولونه ايه يغمق كده زي ما انتوا شايفين كده. كله في حله واحده او زي ما انتوا شايفين. كنت بفصل الكاميرا لحد ما اللحمه تتشوح كده. اه زي ما انتوا شايفين كده. عايزاكم تشجعوني يا جماعة، واللي دخلت قناتي بالصدفة كده وعجبتها تشترك في القناة عشان يوصلها مني كل جديد. عايزة بصوا عايزة الفيديو ده كده يبقى ياخد لايكات كتير ومشاهدات كتير. بصوا قفلت على الحلة شوية وبعد كده جبت كيس من الصلصة حطيته على الايه على اللحم. بعد ما اللحمة كده والبصل اتكرملوا مع بعض كده. عايزة اقول لكم الريحة بقى زي العسل والله العظيم. كيس الصلصة ده بقى ايه بيديلها طعم كده برضو وبيديلها لون وريحة. تمام. بسيبه كده وبغطيه برضو ياخد ويدي مع بعضه. ولما يشرب ميته خالص بنعمل ايه. بكون طبعا بسخن مية بقى في الكاتل. خلاص بصوا عايزة اوريكم بقى والله العظيم طعمها بقى ولا لونها بقى ولا ريحتها عسل. كل حاجة تطبخها في حلة واحدة في حلة واحدة. البصل اتكرمل وخد لون والصلصة كده عمل الشغل. كيس من الصلصة بس. بتزودي بقى كل شوية شوية مية صغيرين يعني كوباية مية. متحطيش مية كتير، كوباية مية بس عما بال ما اللحمة ايه تستوي.
تاخد نص سوا. انا عايزه اللحمه تستوى نص سوا بس. كل شويه كوبايه ميه بس سخنه سخنه، مش تحطي ميه ايه، مش تحطي ميه بارده يعني. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين كده، وتغطيها وكل شويه تفتحي عليها بقى بعد نص ساعه، مش كل شويه، بعد نص ساعه لو الميه قلت تحطي كمان شويه ايه، شويه ميه. تحطي نص كوبايه بنص كوبايه بس يكون ميه سخنه. بحب يعني اوريها لكم كده، عايزه اقول لكم ريحتها وشكلها تحفه. بعد كده خلاص ما احتاجتش ميه خلاص، وخدت نص سوا معايا، يعني هتغلي غلوه مع الرز خلاص كده هتستوي، تبقى ملبن كده وتبقى ايه، عايزه اقول لكم استوت خالص يعني. نزلت بالرز بقى بعد ما تبل وكده، وبعد كده بحط مع الرز ايه، بحط معاه بقى اللي هو الكركم، كركم عشان خاطر ايه، يبقى اصفر كده وحلو. اكلة حلة واحدة تدخلي تعمليها، بس انت هتاخدي وقت بس، هتقطعي اللحمة وتقطعي البصل بتاعك وخلاص، كله في حلة واحدة، تشويحة كده وتغطي وتروحي تشوفي وراكي ايه بره وكده. برضو لما بنزود الرز بزوده مية ايه، مية سخنة برضو، اهم حاجة المية السخنة عشان اللحمة تستوي معاك على طول، ويعني ايه تبقى حلوة كده، ما تزودهاش مية ساقعة، لو زودتها مية ساقعة طبعا اللحمة بتبقى ايه، بتجمد معاكي تاني. كل حاجة تزوديها مية سخنة. طبعا بحب اطلع بقى الايه، ورق اللورة، وبحب اطلع بقى خلاص من المية، خلاص هو خلاص كده خد ايه، يعني خد طعم يعني، فما كنتش عايزاه. بطلع اللي هو الليمون المجفف، وطلعت الورق اللورة من المية، وببدأ احط ملح. على فكرة الملح ما بتحطش غير في المية، انت بتحط الرز ليه، لو حطيت الملح في الاول هيقلل من وقت سوى اللحم، فما تحطيش ملح خالص غير مع المية بقى. تمام. كده الرز بقى مع اللحمة هيغلي مع بعضه، واللحمة خلاص هتكمل سواها مع الرز، هي ما عادش لها كان ايه، ربع ساعة بس وتستوي. عايزه اقول لكم بتستوى، بتبقى مهريه من كتر السوا بتاعتها. طبعا الرز البسمتي بياخد ميه كتير، يعني اللي ما بتعرفش تطبخ رز تطبخ الرز البسمتي، تحط ميه كده زي ما هي عايزه، وهو بيغلى كده طبعا سايباه معليه عليه، لما يوصل للدرجه دي كده بوطي بقى. تمام، بوطي عليه كده يستوى براحته بقى ايه، ويبقى زي العسل. في حله واحده خلصنا اكلتنا، وعلى فكره ما بتاخدش وقت غير زي ما قلت لكم في التقطيع بس. طبعا كنت عايزه اوريكم اللحمه بقى، قلت اطلع لكم الاول اللحمه يعني ايه، عشان تشوفوها يعني مستويه وزي الفل اهي، زي ما انتم شايفين كده، اقطعها لكم كذا حته، هفتتها لكم خالص بصوا. وعايزه اقول لكم بقى واخده ريحه وطعم خطير، يعني زي المشويه كده، طعمها تحفه. انا على فكرة بعمل لولادي الاكلة دي على طول بيحبوها، يعني كل شوية كده بيطلبوها، في الشهر مرة او كل شهرين مرة بيطلبوها يعني. تمام. بتغرفي انت بقى الايه، الرز كده في طبقين، طبقين كبار يعني، واللي بياكلوا بقى براحتهم بقى. اللحمة اساسا كده كده متقطعة، كل حتة على حتتين، ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك، بتكفي وتفيض كمان والله. ايه زي ما انتوا شايفين، هي الصراحة الاكلة دي بقى مش عايزة جنبها غير ايه، شوية شيبس وشوية مخلل وخلاص الصراحة. اهو زي ما انتوا شايفين كده. إيه، وهعمل لهم كمان بعد الاكلة دي حاجة حلوة بقى ياكلوها بقى. بصوا، إيه، جبت بس شيبسي كده وحطيت بقى طبقين الرز، مش عايز جنب منه حاجة خالص غير شوية مخلل، اكلة كده مغمسة نفسها وزي الفل. اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا كان بصوا، كان بقى ولادي كانوا عايزين حاجة مسكر، دخلت المطبخ بقى عملت لهم برضو حاجة مسكر. بس ايه رأيكم يا جماعة في الأكلة، عايزاكم تجربوها والله العظيم بنفس الخطوات كده، هتعملوها تاني وتالت تحفة. بصوا بقى، كان عندي شوية لبن، هم عايزين بقى حاجة مسكرة، قلت اعمل لهم رز بلبن. بس عايزاكوا تحطوا اللايك، لسه ما حطيتش اللايك، تحطوا اللايك. وعايزه ارحب بكل المشتركين الجداد اللي دخلوا عندي، وجودكم على راسي من فوق، وفرحتوني والله باشتراكاتكم. بس عايزاكوا تشاهدوا لي الفيديوهات يا جماعه، اللي يعني في مشتركين كتير ما بيشاهدوش الفيديوهات، عايزاكوا كده تشوفوا الفيديوهات، عشان الفيديوهات يعني ايه، تاخد مشاهدات يعني وكده، وتفتحوا نفسي يعني، تكبروا بخاطر ربنا يكبر بخاطركم يا رب. كنت بوريكم الرز، طبعا الرز طبعا انا باخد شويه رز كده واسويهم بميه عادي خالص عشان خاطر يعجنوا، عايزاهم معجنين، هو رز بلبن كده، تحط الرز وتسويه تخليه يعجن، يعني تسويه لوحده في حله لوحده، ما تقوليش هسويه مع اللبن، لا، طبعا هتسويه مع اللبن هتعوزي كميه لبن كتير. فانا بجيب الرز واسويه لوحده خالص، بحط له ميه. طبعا الرز بلبن ده لازم يكون لبن كامل الدسم زي ما وريتكم في الاول كده.
اللبن كامل الدسم وفيه القشطة بتاعته. طبعا بسيب القشطة كده زي ما هي في اللبن، ما بشيلش بقى القشطة. عارفة ان انا هعمل بيه رز بلبن وكده، بسيب القشطة بسيبه بخيره. طبعا بحط السكر واحط الفانيليا طبعا في اللبن وكده، والسكر بقى حسب الرغبة انت بتدوقيه. بعد ما اللبن يغلي كده بالسكر والفانيليا، ببدأ ان انا احط فيه الرز ده بقى. الرز ده لازم يكون الرز مستوي خالص معجن زي ما بقولك. طبعا انا كانت كمية الرز حساها كتير، فما حطيتش كله، يعني سبت معلقتين كده في الحلة الصراحة. انت تعملي ايه مثلا على 2 كيلو لبن، تعملي مثلا كوباية رز او نص كوباية رز، يعني مش كتير. عشان الرز لما يكون قليل في الرز بلبن الحلويات ده بيبقى احسن ما يكون كتير. طبعا انا عملته ليه وبفضل اقلب بقى بالمضرب وكده، عملته ليه عشان احطه بقى في التلاجة يصحوا الصبح بقى يفطروا منه. تمام، عملته بالليل الصراحة، يصحوا يفطروا منه صراحة، يعني بيبقى حلو في الفطار. اه زي ما انتوا شايفين كده، فضلت اقلب طبعا وبدوق كل شويه السكر وكده. عندي بقى هعمل ايه، عندي شويه اللي هي كريمه سايبه من عند العطار عادي خالص وبحطها. عايزه تجيبي انت كريمه اللي هي دريم، حطي، بتبقى جميله جدا على الرز بلبن، بتديله نكهه كده وطعم جميل. طبعا حطيتها مره واحده، المفروض كنت احطها ايه شويه بشويه، تحطيها شويه بشويه وتقلبي زي ما بتحطي النشا كده، بس انا حطيتها مره واحده. بس مش مشكله، فضلت اقلب بالمضرب لحد ايه ما فكت معايا خالص. الكريمة دي بتعمل طعم للرز بلبن، بتوديه في حتة تانية خالص، بيبقى جميلة الصراحة. ممكن تحطها على الحلويات، مش شرط رز بلبن وكده. فضلت اقلب بالمضرب بقى السكر مع الكريمة مع الفانيليا مع كل حاجة، والصراحة كل شوية بدوق اللبن واحط له سكر، يعني لو عايز سكر تحطي له كل شوية الحاجة في ايدك، يعني تدوقي كل شوية. تمام. طبعا لازم نسيب الرز بلبن كده يغلي مع اللبن كده ايه، ياخد من طعمه. تمام. برضو بسيبه يغلي كده ربع ساعة او نص ساعة. بعد كده بقى وانت بتشوفيه كده بالمغرفة، لو عايز نشا بتحط له نشا، اخر مرحلة خالص النشا. حطيت 3 معالق من النشا عشان يمسك بقى معايا. طبعا بتفضلي تقلبي فيه كده وانت بتحطي في النشا عشان خاطر النشا ما يكلكعش، وتطفي النار خالص. وبعد كده بقى بنغرفه بقى في الاطباق وزي العسل. كنت بشوفه بقى عايز نشا تاني فلقيته عايز، حطيت له. كل حاجة في ايدك، انت تحطي الحاجة بمقدار قليل، السكر النشا، عشان لو عايزة حاجة تانية بنحط لها مش بكتير. يعني مثلا لو حطيتي نشا كتير، لا والنشا طلع كتير، لا هتعوزي بقى ايه تعملي ايه، خلاص باظت على كده. انما لو حطينا شويه صغيرين بشويه صغيرين عادي، كل حاجه في ايدك. صراحه انا على طول كده. بصوا بقى، جبته بقى كده وايه، وكان عايز شويه نشا كمان، حطيت له النشا. عايزاكم يا جماعه تشجعوني كده باللايكات والاشتراكات. اللي دخلت قناتي بالصدفه كده وعجبتها تشترك في القناه عشان يوصلها مني كل جديد. ربنا يوفقكم ويسعدكم يا رب. زي ما بتسعدوني بتعليقاتكم الجميله. ويبقى عايزه اقول لكم ان انا برضو ان انا متاسفه جدا جدا ان انا ايه ما نزلتش لكم فيديوهات اليومين اللي فاتوا. والله العظيم بتوحشوني من الفيديو للفيديو، بحس ان انا بصوا ناقصنا حاجه بس كل ما اجي انزل الفيديو مثلا او منتجه بيحصل حاجه. ادعوا لي ربنا يوفقني كده. ربنا يوفقكم ويسعدكم يا رب. وبصوا ده كان يومي بقى وكان روتين، عايزاكم تجربوا الاكل اللي انا عملته وتقولوا لي رايكم. وكمان ما تنسونيش في اللايكات والاشتراكات والتعليقات الحلوه منكم. ربنا يسعدكم يا رب ويوفقكم وتحققوا كل اللي بتتمنوه، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بعد ما بغرفه بسيبه كده على الترابيزه شويه يبرد، وبعد كده بتدخلوا التلاجة، متدخليش التلاجة حاجه سخن. اشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامه.